بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيسي مهزوز ليه؟ الثورات هي عدوى بتتعدي الشعوب بيها. كل الناس قالت تونس لا يمكن تكون مصر، وكل الناس قالت سوريا لا يمكن تكون مصر، وكل الناس قالت اليمن لا يمكن تكون مصر وسوريا وتونس. وسبحان الله حصلت الثورات، وكلهم حصل فيهم ثورات مضادة، سواء في تونس أو في مصر أو في اليمن أو في سوريا. الناس في مصر فرحت، والنظام بيحاكمهم إن هم أصلا فرحوا عشان حسوا إن في أمل، في تغيير، في حاجة ممكن تحصل. طبعا لا يخفى عليكم إن السيسي مرعوب، وليه حق إن هو يترعب، ونظامه مرعوب، والقيادة مرعوبة، والإعلاميين مرعوبين، وده طالع في كلامهم. وبصراحة أنا مبسوط جدا من اللي بيحصل، وأنا مبسوط جدا وأنا بشوفهم وهم قدامي مرعوبين. شيء جميل إن كل واحد فيهم بيتخيل إن البرسيسي بيهرب ويسيبه لمواجهة مع الشعب لوحده، بدون أمن، بدون حراسة، غطاء سياسي، بدون فلوس بتدفع، بدون أي حاجة. شوف الصورة اللي ورايا ديت، وشوف السيسي عامل فيها ازاي. لاحظوا إن البدلة مبهوقة عليه. السيسي دايما تبقى البدل مظبوطة عليه، كويسة، معنى كده إن هو صحته كويسة، واخد باله من صحته. بصوا الجسم عامل ازاي، بصوا البدلة عاملة عليه ازاي. داخل يقول أنا إيدي ما تعصتش دم ولا خدت فلوس حد. كلام خطير، كلام خطير جدا. معنى كده ان هو بيبيع جيش وشرطة، وبيبيع الناس اللي حواليه. معنى ان هو يطلع يقول انا ايدي ما اتعصتش بالدم، يبقى هم بقى اللي قتلوا، انا ماليش دعوة. زي بالظبط كده ما قالوا ايام 25 يناير ان مبارك ما اداش امر للشرطة ان هي تقتل حد، ولبسوا الموضوع للشرطة. اتعلموا يا داخلية، اتعلمي. الراجل من دلوقتي بيبيعكم. يا جيش اتعلم، الراجل من دلوقتي بيبيعكم. طالع مهزوز، طالع قلقان، طالع خايف، حاطط قدامه الإعلاميين كالعادة كالتلاميذ، وهو بيلقنهم. الإعلاميين نفسهم مهزوزين، خايفين، وده باين في التصريحات. كل ده جميل، كل دوت بيشفي صدورنا إحنا من جوانا، وبنشوف النظام وهو مرعوب، وفي نفس الوقت بيبين للناس اللي بتدافع عن النظام، سواء شرطة أو جيش أو إعلام أو حتى ناس، الراجل ده هيبيعكم، هيسافر وهيهرب، وهو عنده اللي يكفيه، هو أحفاده وأحفاد أحفاده. طبعا إن شاء الله بإذن الله بعد ما هنعمل ثورة هنعرف إزاي نرجع الفلوس دي. ثورة بجد حقيقية، هنعرف إزاي نرجع الفلوس دي. حاجات كتيرة جدا ممكن، بس مش وقته دلوقتي إن إحنا نتكلم فيه. زي بالظبط كده لو صندوق النقد الدولي قال إحنا عايزين الفلوس بتاعتنا، أقول لهم والله خدوها من السيسي، أنتوا عارفين إن السيسي حرامي وغير شرعي وقراراته غير شرعية وهو دكتاتور، وأنتوا كنتوا بتساعدوه في حكمه. خلاص روحوا بقى، انتوا عارفين فلوسه فين، روحوا خدوها منه، وهياخدوها منه زي ما كانوا هيعملوا برضو مع مبارك. بس للأسف الثورة المضادة سبقتنا. يا أغبية الجيش، يا أغبية الشرطة، السيسي هيبيعكم. في ناس طالعة وبتقول طيب ما اصلح الأحوال، واصلح الدنيا، واصلح الاقتصاد، بدل ما يبقى مصيرك مصير بشار. هو مش هيصلح، هو جاي علشان يخرب البلد، علشان يدمر البلد، عشان يبيع مقدرات البلد. هو جاي علشان كده. لو السيسي ابتدى يصلح أولياء أموره واللي مقعدينه على الكرسي هينطروه بره. السيسي عنده حلين بالظبط، السيسي لا يملك إلا حلين. أول حاجة إن هو يفضل زي ما هو ماشي، تاني حل لو قامت عليه ثورة يهرب. بس هو محطوط في المكان دوت علشان كده، علشان يبيع في الأرض ويدمر الاقتصاد ويدمر الدولة. لو عمل غير كده الناس اللي حطوه على الكرسي هيشيلوه. فهو عارف النقطة دي كويس، فهيستمر في اللي هو فيه. فاحنا لازم نفهم ان السيسي مش هيسمع كلام حد، مش هيصلح، مش هيصلح الامور، مش هيعالج الفساد، لانه هو اصلا منظومة فاسدة وهو جاي علشان يبقى كده. فلو حاول ان هو يصلح، اللي حاطينه على الكرسي هم اللي هينطروه بره الكرسي، وهم اللي هيشيلوه. السيسي ونظامه حلوا حاجة واحدة بس، ان هو يداس على دماغه.
السيسي ونظامه حلوا إن هو تطلع ثورة تغير النظام ده خالص. هتفضل الشرطة وهيفضل الجيش، بس الشرطة بجد وجيش بجد، وهنحاسب وهنعمل منظومة جديدة للشرطة والجيش، منظومة فعلا تحمي البلد وتحمي الشعب. يعني ايه يا جماعة واحد زي البورسيسي ده يعمل فينا كده؟ يعني ايه واحد زي البورسيسي راعبنا؟ شايفين منظره عامل ازاي؟ طب انا هوريكم صورة هتفكركم حاجة جميلة. فاكرين الصورة دي وهو قاعد قدام هشام قنديل ربنا يفك أسره، الرئيس مرسي الله يرحمه، بيقول له هو انت مهزوز ليه؟ شوفوا قعدة السيسي، قعدة السيسي عامل كده، قاعد مؤدب. هشام قنديل كان قاعد كده، احنا عارفين ان احنا القعدات احنا كمصريين قاعد كده ومرتاح. رئيس مرسي الله يرحمه كان قاعد ومبتسم ومفيش اي حاجة في دماغه خالص. هو اللي كان مهزوز، هو اللي كان خايف. اسمه اسقاط، بشوف المشاكل بتاعتي وبسقطها على الاخرين. هو اللي كان خايف لان هو اللي كان عارف لو الانقلاب فشل كان هو هيحصل فيه ايه، والشعب كان هيعمل فيه ايه. هو اللي كان مهزوز. فانا بقول للسيس دلوقتي انت مهزوز ليه؟ مهزوز في كلامك ليه؟ ما تثبت كده وتسترجل. انت مش ذكر وكنت عامل نفسك ذكر، وانا اللي خلصت البلد من الاخوان وانا اللي خلصت البلد من شر الاخوان والارهابيين. ما تذكر للاخر، خليك ذكر للاخر. انت مهزوز ليه؟ خايف من ايه؟ ايه اللي خايف منه؟ جيش تحت ايدك، شرطة تحت ايدك، اعلام تحت ايدك، فلوس تحت ايدك، فلوس جاية من بره زي الرز ملهاش عدد تحت ايدك، مجتمع دولي معاك، صندوق نقد معاك، كل ده معاك. انت مهزوز ليه؟ خايف من ايه؟ خايف من الشعب؟ خايف مننا؟ ليك حق تخاف، لان مفيش بيت في مصر ملوش طار عندك يا سيسي. مفيش حد في مصر ملوش طار عندك يا سيسي، وانت عارف وانا عارف، المصريين عارفين ان انت الى زوال، وهتتلعن في الكتب التاريخ عندنا انت ومن ساعدك، الدور والباقي على اللي بيساعدوه وعارفين ان الراجل ده هيسيبهم وهيرحم. السيسي ما عندوش كرامة، السيسي ما عندوش عرض، ملوش عرض يخاف عليه، ما عندوش كرامة، وهو عايزنا نبقى زيه. واي حد بيرفع راسه وبيحاول يعمل كرامة للبلد او لنفسه بيعتقل. ليه؟ علشان هو بيفكروا ان انت عرس وما عندكش عرض، ولا عندك اخلاق، ولا عندك كرامة، ولا عندك شهامة. الكلام ده بعيد عنك خالص، انت اصلا مش راجل، ما ينفعش ان انت تكون راجل اصلا. فاي حد بتويتر او ببوست او بفيديو بيتمسك ويتجاب. ليه؟ عشان هو مش عايز حد يفكروا ان هو ما عندوش عرض، عايز كل المصريين ما عندهمش عرض، كل المصريين ما عندهمش كرامة، كل الناس حواليه وحشة. دي صفات الانسان الخسيس. عشان كده لازم ننزل، هجدد تاني وهتكلم تاني، وعدد مشاهدات قليلة عدد مشاهدات كتيرة، أنا بعمل اللي عليا قدام ربنا سبحانه وتعالى ثم قدام ناسي وأهلي. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. إن شاء الله بإذن الله 24 يناير هتبقى يوم جمعة، 25 يناير هيبقى يوم سبت الشهر الجاي. إن شاء الله بإذن الله بعد صلاة الجمعة 24 يناير كله يترقب اللي هيحصل بإذن الله. إن أنا هنزل الشارع الأول وهدعو الناس ان هم ينزلوا الشارع. لو انا ما نزلتش محدش ينزل، وكلكم ورايا باذن الله. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. بس ان شاء الله انا عندي احساس ان الناس هتسمع المره دي، لان كل الظروف الحمد لله معانا، الحمد لله رب العالمين. موضوع سوريا ادانا دفعه، موضوع سوريا راعب النظام، مش النظام المصري بس، الانظمه اللي حواليه كمان. انا حاسس ان شاء الله ربنا هيكرمنا المره دي. اكتبوا في التعليقات لو في اي استفسارات او في اي حاجه عايزين تعرفوها مني، وان شاء الله باذن الله هجاوبكم. بخصوص كان في تعليق المره اللي فاتت من واحد هو انت عايز اسرائيل تدخل سينا تاني؟ اولا لو اسرائيل دخلت سينا هيبقى غلطه الجيش مش غلطتي انا يا فندم.
ده اولا. طب ثانيا، الجيش المفروض بيحمي البلد، ما بيحميش شخص. ووظيفة الجيش ان هو يقف على الحدود ويحمي البلد من اي عدوان خارجي، خصوصا من عدوك التاريخي. ثالثا وده الاهم، هم اصلا ما بيدخلوش سينا. الاسرائيلي بيدخل سينا بالبطاقة مش حتى بالباسبور. انت بتعرف تدخل سينا يا اللي انت بتتكلم في التعليقات؟ انت بتعرف تدخل سينا؟ انت ما تعرفش تدخل سينا. انت بتعدي ولا 20 كمين علشان توصل سينا، وبرضه ساعات ممكن توصل وممكن ما توصل. وانت شايف ان انت بالوضع ده، هي اسرائيل داخله اصلا، يعني انت بالوضع ده هم داخلين بعد ما اداهم الجزيرتين وبقى خليك العقبه خليك دولي. كل شويه بيقصفوا رفح والحدود بتاعتك وانت ما بتتكلمش، وحاطين السيسي تحت جزمتهم وهو برضه ما بيتكلمش. يبقى هم داخلين، هي مسألة وقت يا باشا. على العموم، كلنا عارفين الصح من الغلط. إن شاء الله أشوفكم الفيديو الجاي. خلوا بالكم من بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.